يستخدم هذا الخط لإنتاج خبز الصاج وخبز اللاواش التركي إضافة إلى خبز التنور، ويعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2000 و 3000 قطعة في الساعة، وهو نظام متكامل لإنتاج الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية. ويعتمد الخط على تقنيات مخصصة لتسريع وتحسين عملية الإنتاج مع الحفاظ على الجودة. يتم نقل العجين من العجانة إلى آلة التقطيع لبدء الإنتاج الآلي لخبز الصاج. يتحرك العجين باتجاه المخمر الأولي ليتم تريحه لفترة 10 دقائق تقريباً، ليكون جاهزاً بعدها لمرحلة الرق والفتح بالاتجاهين ليأخذ شكل الدائرة الكاملة والسماكة المطلوبة. ويمكن التحكم بقطر الخبز المراد إنتاجه من 15 إلى 35 سنتيمتر. ينقل العجين بعد مرحلة الفتح والرق على سير طويل باتجاه بيت النار الذي يمكن التحكم بحرارته بشكل كامل لتبدأ عملية الخبز والطهي لخبز الصاج، ويخرج من الطرف الآخر خبزاً طازجاً جاهزاً للأكل أو التخزين لبيعه في المتاجر. يحمل الخط شهادات السلامة الغذائية والجودة العالمية، ويتم شحنه إلى جميع دول العالم مع إمكانية تخصيص الميزات بحسب المشتري وقوانين الدول المستوردة لخط الإنتاج. ويتم إرفاق سير تبريد مع الخط بطول 10 أمتار، ويمكن زيادتها بحسب الطلب. يمكنكم التواصل معنا دائما على الأرقام التالية لمزيد من المعلومات.